اليوم غادي نحضروا هذا العصير الليمونيش وكيخرج كميه وفيره وغادي ينفعك في رمضان ان شاء الله. الله يدخلوا لينا بالصحه والهنا. اجي تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاج ليمونه كبيره غسلتها مزيان، وغادي نحيد هاد القشره الرقيقه اللي غادي نطحنها حتى هي في العصير. كنحيد هاد القشره البيضاء وكنحيد هاد الشوائب وكنخليها على جنب. كناخذ حامضه صفراء ما تكونش خضراء لحقاش الخضر كيطلق المروره. كنحيد هاد القشره الرقيقه وكنقيهم كاع الشوائب اللي كتكون فيهم ديك العدومه باش ما كيجيكم شمر. وكناخذ تفاحه، يا اما كتقطعوها بالقشور ديالها اولا كتحيدوا منها الشوائب وكتقشروها على الشكل هذا. وكناخذ خلاط كهربائي كنضع فيه جميع المكونات، نزيد السكر ويطرو ديال الماء وكنطحن كل شيء. ثم كندوزو الصفايه باش كنحيد منه جميع الشوائب وكنزيد يطرو ديال الماء. وها هو كيكون عندكم عصير واجد وكيخرج لكم كميه وفيره. نخرج ليا 2 لتر وكيجي خاتر وماشي مر. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالو بالمجمد، ملي كتنقيوه من كاع الشوائب وكتقطعوه كتحطوه في المجمد في بلاستيك غذائي وصافي. هادشي اللي كاين. كنتمنى الفيديو اليوم يكون العجب ديالكم، وكيف ديما غادي نقول لكم تهلاو فراسكم. بسلامه.